كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل ملك حلويات العيد، بسكوت النشادر الأصلي. هشارك معاكم سر الصنعة لبسكوت مقرمش وخفيف بمقادير مظبوطة جدا بالجرام وبالكوباية. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا الجديد. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. يلا بينا مع بعض نعمل أحلى بسكوت. جبت كوباية ونزلت فيها دلوقتي ب 80 مللي من اللبن الحليب، بتساوي 8 معالق مليانين كبار. طبعا اللبن دافي. هننزل عليهم دلوقتي ب 10 جرام معلقة ممسوحة نشادر. هننزل بيهم بس ما تزوديش النشادر عن 10 جرام عشان البسكوتة تفضل محتفظة بالرسمة وتديك الشكل الجميل الخطير. شايفين الفوران؟ معايا دلوقتي كيلو دقيق، وتجيبيه متخصص لكحك البسكوت، في انواع كتيره في السوق. طبعا كيلو دقيق يعادل معانا 8 كوبايات مليانين. هننزل عليهم دلوقتي بمعلقتين نشا، هيفرقوا جدا في الطعم، هيديكي قرمشه في منتهى الجمال. هننزل بيهم كده وما تقلقيش خالص من النشا. ومعانا دلوقتي معلقتين لبن بودر، بيفرق في الطعم جدا برضو، تقدري تستغني عنهم براحتك. ومعانا دلوقتي معلقه ممسوحه بيكنج باودر، بتساوي 10 جرام برضو، ما تزوديش عن كده عشان ما تفرش معاكي. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، المواد الجافه تقلبيهم كويس من تحت لفوق كده اهوت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لازم المكونات دي تحطيها مع بعض. معانا دلوقتي الزبده تكوني خارجاها من التلاجة. معانا دلوقتي 350 جرام، بيساوي 3 كوبايات الا عقله صباع صغيره كده. هننزل بيهم. طبعا دي زبده على سمنه، تقدري تعملي سمنه خالص، تقدري تعملي زبده على سمنه براحتك. نبتدي بقى نضرب كده ضربه خفيفه كده عشان السمنه او الزبده تفك مننا بس كده شويه. اهي ضربتين ثلاثه كده. وطبعا زي ما اتفقنا لازم تكون خارجه من التلاجة يا جماعه. معانا دلوقتي 340 جرام سكر بودر. كده المقادير مظبوطه جدا. 340 جرام بتساوي كوبايتين ونص. هننزل بيهم ونبتدي نضرب كويس جدا كانك بتعملي كريم شانتيه. تضربيهم كويس، تخليهم يختلطوا وتبقى فاتحه معاكي جدا، تديك اللون، تحسي انها بيضه جدا. دلوقتي بعد ما ضربنا السمنه البارده مع السكر وضربناها ضرب مريحا، تقدري تعمليه بايدك بالمضرب اليدوي، بس هتتعبي شويه بس هيديكي نتيجه زي الفل. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ كريمي زي الفل. يلا بينا دلوقتي هننزل بربع كوبايه زيت، هتديكي قرمشه خطيره. ومعانا رشه ملح، ورشه الملح معاها باكو فانيليا، وتقدري تحطي فانيليا سائله زي ما انت عاوزه. نضرب بقى كويس جدا، ودي خطوه مهمه جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما ضربناه غيرنا السلاح، شلنا دلوقتي المضرب وابتدينا ننزل بالكف، عشان الكف دوت اساسي جدا للعجن، وهيطلع معاكي بسكوته في منتهى الجمال وناعمه وخطيره ومقرمشه. هنضرب بقى زي ما اتفقنا كويس جدا. معانا 4 بيضات من درجه حراره الغرفه، تكوني خارجاهم من التلاجة قبلها بمده. هننزل واحده واحده، ودي خطوه مهمه، ما تنزليش بالكميه كلها، واحده واحده، ولما تخطفي البيضه معانا ما يبقاش لها اثر تبداي تنزلي بالبيضه الثانيه. ودي خطوه مهمه، ان لازم البيض عشان ما يخرصش معاكي تكوني خارجاه من التلاجة قبلها بمده. واحده واحده كده وتنزلي. لما تختفي هننزل بالتانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحده واحده وتضربي. ادي اخر واحده هننزل بيها، جميل وخطير وريحته في منتهى الروعه. وطي بقى دلوقتي. شايفين الشكل؟ كريمي وخطيره وفتحت معانا خالص ازاي. يلا بينا دلوقتي هننزل بالنشادر اللي احنا كنا حاطينها. شايفين النشادر لازم تعمل معاكي فوران عشان تضمني انها فعلا ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. قلبي بقى كويس كده على خفيف، واحده واحده بقى. من اول دلوقتي هنبتدي نهدي بقى في العجن وفي كل حاجه. يعني الضرب الاولاني دوت ده مهم جدا، انك تضربي مش اقل من ربع ساعه. لو على ايديك هياخد منك وقت شويه، بس في المضرب هيسهل عليكي جامد. لو ما عندكيش المضرب اليدوي بايديكي هتتعبي شويه، بس هتعملي حاجه جميله. يلا بينا دلوقتي هننزل بالدقيق. طبعا الخطوه دي مهمه. معانا كيلو دقيق متخصص لكحك البسكوت زي ما اتفقنا. بعد ما ننزل بقى دلوقتي بالكميه كلها، خطوه مهمه انك تلمي العجين واحده واحده خالص كده. اوعي تضربي جامد، يا دوبك هتلمي العجين لحد ما يختفي الدقيق خالص، ما يبقاش له اثر خالص. واحده واحده كده، وحتى على ايديكي برضو تعملي بالراحه، تلمي لو هتعملي على ايديكي. الخطوه دي مهمه يا جماعه، اوعي تعجني فيها عشان ما يعملش معاكي عرق، ويعمل معاكي دلوقتي يقلب معاكي حاجه تانية خالص، قراقيش. الخطوه دي مهمه. واحده واحده تلمي العجين. شايفين واحده واحده ازاي مشغله المضرب على خفيف خالص ازاي؟ جميل وخطير، ويطلع من ايديكي زي الفل. وحاجه في رمضان كده وللعيد هتفرحي الاسره وتفرحي اولادك وضيوفك. حاجه جميله عاملاها في البيت في منتهى الروعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هوريكي دلوقتي خطوه مهمه. شايفين مفتحه ازاي؟ امسكي بقى القطعه كده. شايفين بتتقطع معاكي ازاي؟ ما فيهاش عرق، ما بتمطش. برضو من جوده الدقيق والخطوات اللي احنا مشينا عليها. هنبدا بقى نغطيها دلوقتي ربع ساعه بالظبط، وهنرجع لكم تاني.
يلا جهزنا المكنه الاصيله دي بتاعت زمان، كلنا بنعمل بيها وكلها موجوده في كل بيت. معانا دلوقتي طبق فيه دهنه زيت، هندهن كده بسيط خالص. اوعي تزودي في الدهن، يا دوبك مسحه بسيطه خالص. شايفين ايه؟ بمنديل كمان عشان ما يبقاش فيه اثر خالص للزيت. يلا بينا دلوقتي نشكل مع بعض احلى بسكوت هتطلع معاكي مقرمشه، والشكل عمره ما هيتغير مهما تدخليه في الفرن. شايفين الرسمه عامله ازاي؟ بالراحه كده وتعملي حاجتك كده في بيتك احلى بكتير جدا ما تشتريه من بره. اعملي الحجم اللي انت عايزاه بقى، بس الافضل تخليه حجم متوسط كده. عاوزاه عريض بالطريقه دي، عاوزاه ارفع، اعملي انت بقى بالشكل اللي انت عايزاه. معانا الليمواس تقدري تقللي فيه، يعني تقدري تقللي الحجم وتقدري تزودي. شايفين احنا بنحبه عريض كده كويس. شايفين شكلها والرسمه عامله ازاي؟ طالعه في منتهى الجمال، والعجينه ماشيه معانا في منتهى الروعه. جربي الطريقه دي بس وقولي لي ايه رايكم فيها، ومش هتندمي ابدا. شايفين يا جماعه متقطع معانا جميل وسهل ازاي؟ واحده واحده كده، واعملي في بيتك كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين. شايفين طالع عامل ازاي؟ ورصي بقى في الصاج، خلي مسافه بينهم. انا متاكده ان هو مش هيكبر، او لان المقادير مظبوطه امشي عليها هتطلع معاكي احلى بسكوت. تبداي بقى تساوي كده اهوت، ما تخليهاش معوجه. تبداي واحده واحده كده تساويه، وتخلي الحجم كله واحد. لازم كده تبقي ايه، تطلعي الحاجه مقاس واحد. اهو عاوزه تطولي عن كده براحتك. اهو جميل وروعه، مش هياخد منك وقت خالص. اهو واحده واحده كده ونبدا تاني مع بعض. شايفين بعمل لوحدي عادي يعني، مش هياخد منك وقت خالص. رصي، اعملي الحجم زي ما اتفقنا كله حجم واحد. جميل وخطير، وريحته في منتهى الجمال يا جماعه، والله ريحته خطيره. اهو شايفين شكله عامل ازاي؟ خلصوا بقى كده اهوت، وهتطلعي معاكي احلى بسكوته. رسمه وخطير وريحه، ويطلع معاكي مقرمش، مش هتلاقي ولا واحده متكسره فيهم لو مشيتي على المقادير. حبه الزيت اللي احنا حطيناهم فعلا بتفرق جدا في القرمشه، وبتخلي البسكوته متماسكه وبمنتهى الجمال. اهي ساوي كده، ودي خطوه مهمه جدا تخلي البسكوته مستويه. اهي شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ تتاكل نيه قبل ما تستوي كمان، بسم الله ما شاء الله خطير. ايه رايكم في الجمال والعظمه دي؟ اعملوا مش هتندموا، جربوه قولوا لي ايه رايكم فيه. بترصي بقى صباع صباع بالطريقه دي. لو عندك اطفال صغيرين، لو عندك اولاد ما شاء الله بيفرحوا بيها جدا جدا فرحه العيد. لما تعملي الحاجه في البيت احسن ما تشتريها لهم جاهزه. صدقيني ما بتتنسيش ابدا. واحنا صغيرين كده لما كانوا اهالينا بيعملوا كده واجدادنا، جدتك او والدتك بسم الله ما شاء الله بتبقى فرحه ما فيش زيها ابدا. شكلي كده براحتك واحده واحده جنب بعض، عمر النقشه ما هتختفي معاكي. شايفين الجمال والعظمه دي؟ بس دلوقتي بقى من العيال كبروا بقى يقولوا لك ايه، اعملي لوحدك. شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي؟ جميل وخطير وفي منتهى الجمال. اعمليه كده من ايدك. هنشيل بقى لو في اي زيادات. خلي كده البسكوته شكلها كده جميل وفي منتهى الروعه. وسويه كده، كل ما يكون كده مستقيم عمره ما هيتكسر معاكي ابدا. شايفين الجمال والعظمه دي؟ جميل يا جماعه وفي منتهى الروعه. اعملي حاجه نظيفه في بيتك ومش مكلفه خالص. شوفي بره الكيلو بكام، انت هتعمليه في بيتك تكلفه بسيط، بس عامله حاجه نظيفه. وهتاكلي اولادك حاجه من ايديكي هيفرحوا بيها. شايفين شكله عامل ازاي؟ املي بقى الصاج كده بالراحه وانت قاعده واحده واحده كده اهوت. ولعي الفرن. وحاجه في منتهى الجمال. طبعا انا اول ما ابتديت في الشغل ولعت الفرن عشان يسخن معايا. ودي خطوه مهمه جدا. نشكل كده بالراحه واحده واحده. غيري بقى الوش اللي انت عايزاه. وبكده خلصنا الصاج الاولاني. شايفين عامل ازاي يا جماعه؟ جميل وفي منتهى الروعه. يلا بينا دلوقتي هنبدا مع بعض نعمل الصيجان التانيه. هندهنه دهنه زيت خفيفه كده زي ما اتفقنا. ونبتدي بقى نشتغل. عاوزه تغيري الوش زي ما انت عاوزه. عاوزه تخليه اي وش تاني، اي نجمه، اي حاجه انت عاوزاها براحتكم. بيبقى فيه كذا وش كده في الموس. في 3 رسومات، اختاري الرسمه اللي انت عايزاها، الرسمه اللي تناسبك، بس الافضل ما تكونش رسمه رفيعه عشان هيديكي برضو شكل ايه مش حلو قوي. مع بعض كده نشكل واحده واحده كده بالراحه. العجينه متماسكه وماشيه معانا زي الفل. عجينه ما بتلزقش. عجينه المكنه بتكون يابسه شويه، ما بتكونش طريه. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ غير عجينه الكيس بتكون طريه شويه. دي غير دي. لو عاوزين عجينه الكيس قولوا لي وانا انزلها. اهو واحده واحده كده بالراحه. شايفين؟ عجينه جميله وبتشتغلي فيها مريحه وفي منتهى الجمال. واحده واحده كده مش هتاخدي وقت خالص. وهتطلعي احلى بسكوت من ايديك. بس زي ما اتفقنا كده برضو تساويه وتخليه كله حجم واحد. عشان كل ما يكون حجم واحد هيديكي شكل جميل وفي منتهى الروعه. نشكل بقى كده الصاج كده واحده واحده. وما تنسيش زي ما اتفقنا مسحه الزيت، ودي مهمه جدا عشان يبقى سهل معاكي تنزليه بعد كده. هتقدري تنزليه بمنتهى السهوله. ونبدا نسوي كده بالسكينه. وتخليه كله كده حجم واحد زي ما اتفقنا. شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ هنخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم تاني. ودي الكميه اللي طلعناها من كيلو دقيق. احنا مولعين الفرن على درجه حراره 180.
على الرف الاوسط هتحطيه 12 دقيقه بالظبط، وبعد كده هتشغلي الشوايه عليه لحد ما ياخد معاكي اللون من فوق ومن تحت. شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، لونه خطير، ولا فرشت معانا والرسمه ما اختفتش، ومقرمش وخفيف، حاجه في منتهى الروعه. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده، عملنا مع بعض احلى واخف بسكوت نشادر للعيد. جربوا الوصفه، مستنيه رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ما تنسوش تعملوا لي لايك حلو، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم باقي وصفات العيد. باي باي.